السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم شباب؟ طيبين إن شاء الله بخير. اليوم جايب لكم مقطع جديد. طبعا المقطع بيكون قصير شوية بس يلا أنزل أي شيء. جايب لكم اليوم كيف تغير الكيبورد حقك، يعني تخليه مزخرف. الزبدة بتشوفون ذا الحين وبشرح لكم. طبعا أول شيء ذا البرنامج تحملونه، أكيد بحط الرابط في الوصف. ادخل برنامج بيطلع لك زي كذا. في عندك هنا 3 كيبوردات، شوفي عندك الثاني والثالث والرابع. تضغط على اختيار كيبورد هنا، شايفين؟ أنت تختار الكيبورد اللي تبغاه. أنا عن نفسي أختار الكيبورد الرابع، يعني نصيحة الكيبورد الرابع. بعدين تضغط خلاص إضافة لوحة المفاتيح. بيديك أول شي هنا تحدد على الكيبورد شو اسمه، تخلي بس صح واحد على الكيبورد الرابع. شايفين هذا الرابع، تبعد الصح تشيله عن هذا، عن الثاني والثالث تخلي الرابع. طيب نطلع، يعني أوريكم مثلا دقيقة. خلني مثلا نروح هذه مذكرة. طيب شايفين كيف مثلا بكتب السلام عليكم؟ شايفين كيف جاء مزخرف؟ طيب بتقول أنت مثلا ما أبغى مزخرف مثلا، ما يحتاج تروح البرنامج وتغير كل شيء. شايف الكرة الأرضية هذه بس اضغطها يحول لك الخط عادي. شايفين؟ وكمان ينفع إنجليزي، بس الإنجليزي ما يجي مزخرف، يجيك عادي. تضغط على الكرة الأرضية يجيك إنجليزي، تضغط على الكرة الأرضية مرة ثانية يجيك مزخرف. وكمان هذا البرنامج فيه فائدة ثانية، مثلا اللي عندهم جوالات ما فيها فيسات زي التابلت، يقدر يضغط على الفيس هذا، شايفينه اللي جنب الأرقام. بعدين البرنامج هذا كمان فيه فيسات حلوة وكثيرة كثيرة مرة، شايفين؟ طيب طيب وبس، هذه اللي كانت معنا في الحلقة اليوم. لا تنسوا اللايك والاشتراك والنشر. مع السلامة.